بسم الله الرحمن الرحيم. وانا بتدبر القرآن والتدبر يا جماعة، انا بس عايز اوضح حاجة، ان التدبر مش تفسير. التدبر دي علاقة شخصية بين الانسان وكتاب الله. بيفتح الكتاب ويتدبر، لان الامر الالهي بيقول افلا يتدبرون، يعني يتأملون، يستغرقون بالذهن والوعي الكامل ويقعدوا يسألوا. تتكلم مع نفسك. كتاب الله، بتجيب كتاب الله وتشوف الآيات وتقعد تتكلم مع نفسك عشان يستقر الكلام، وبعد ما يستقر الكلام وتتأمله وتفهمه تقوم تنفذه. فوانا بتدبر النهاردة سورة النساء، وسورة النساء على فكرة هي بتخاطب الرجال، فلقيت الآية في الآية 85 عمل، والآية 86 معاملة. آية 85 قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. ايه من يشفع شفاعة حسنة؟ خلينا في الحسنة، يعني هو بيقوم بيحرض على فعل الخير، عايز يعمل عمل خير، بيعمل مجهود ان هو يخلي الناس تتحسن، يخلي الناس تتطور، يشارك خبرة، يشارك علم، وكله بنية في القلب ان هو ده عشانك يا رب. اوكي، فلو جيت قمت وعملت كده العمل ده، لما تبدأ يومك خلاص انت ناوي ده، خلاص بتفعل بقى الآية انا عايز اطبقها، تروح رايح عامل العمل ده وتقول في سرك: وكان الله على كل شيء مقيتا. بص انت واعي لايه، بص القرآن بيربيك ازاي، انت ماشي بالتربية اهو. انت متخيل بقى نفسك هتبقى عاملة ازاي في الحالة دي؟ خلاص انت ربنا معاك. تيجي في التحية، في المعاملة بقى، في الكوميونيكيشن بقى، وانت بتتعامل مع الناس: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. يعني أقول لك ممكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجوايا إن الله كان على كل شيء حسيبا. عملت اكتيفيشن تاني للقرآن، عملت تطبيق تاني في حياتي للقرآن. ده تدبري مثلا لما تعمقت في الايتين دول. فربنا يجعل القرآن هو المربي بتاعنا، لان ده كلام ربنا، جميعا يجعلنا جميعا متربيين على ايد القرآن، على كلام الله، ونقدر نرجع له واحنا حافظين كلامه كده، مطبقين كلامه، حافظينه ومطبقينه في الحياة. وأتمنى لكم يوم حلو إن شاء الله.